السلام عليكم متابعي قناتي وتكريمه سهل وبسيط. كنتمنى الفيديو ديالي يلقاكم في احسن الاحوال. كيف ما كتشوفوا اليوم غادي نشارك معكم هذه البسطيله اللي جات فعلا خطيره بزاف بمذاق اللي مختلف بزاف. فخليكم معايا باش تشوفوا المكونات اللي جربت فيها وفعلا كتستحق التجربه. كنتمنى تجربوها. هي جامعه ما بين المذاق ديال الحوت مع الدجاج، ففعلا جات رائعه بزاف. هنايا بالنسبه للمكونات فانا كما قلت لكم ما كنتش ناويه نصور، فمن بعد ما ضغط لاصوص ديال الدجاج ففعلا جات خطيره، فقلت علاش لا ما نصورش معكم. واخا في الاول ما كانتش البدايه انني كنت ناويه نصور، يعني حتى المقادير الاولين ما صورتهم، ولكن راني كتبتهم هنايا. فراه فعلا جات خطيره بزاف. بالنسبه للمكونات هنايا فخديت الزيت مع الزبده، درتو فوق البوطه حتى دابو. من بعد ضفت ليهم العطريه كامله اللي كتشوفوا معايا هنايا، اللي هي عباره على الملح والبزار والفلفله الحمراء والثومه واللب ديال الحامض والربيع مقطع وصوص ديال الصوجا والهريسه وضامه ديال الحوت وشويه الكمون. وخلطت هذاك العطريه مزيان مع هذاك الزيت. من بعد شديت الصدر ديال الدجاج شرملته مزيان في هذيك لاصوص اللي وجدت، ومن بعد درتهم فوق البوطه وغطيت عليهم. بالنسبه للماء ما درت لا ماء لا حتى شي حاجه، فراه غير هذاك الدجاج وهذيك العطريه فهما اللي عطاو هذاك الماء. وبالنسبه للعافيه ما كتحاولوش تجهدوا عليها العافيه، خلوا عافيه مهيله باش تطلق هذاك الماء. هذاك الماء اللي كيطلق الدجاج هو اللي كيخلي هذيك لاصوص تعلق معنا كيف ما كتشوفوا معايا هنايا. فراه فعلا جات خطيره بزاف. ما تشربوهاش بزاف. بالنسبه للاصوص خليوه شويه في المقله فاش كتكونوا تشحروا، باش غادي نحاولوا نضيفوا لها المكونات الاخرين بشعريه صينيه باش تشرب لينا. هنا بالنسبه للشعريه الصينيه فدرت تقريبا واحد 3 ديال العلب ديال الشعريه الصينيه ديال الروز اللي معروفين دوك اللي على شكل مربع. درت 3 منهم. وهنا خديت واحد شويه ديال الفطر حتى هو ضفته مع ديك الشعريه الصينيه وضفت عليهم الماء طيب وخليتهم على جنب باش يتسلقوا. هنايا خديت واحد العلبه ديال الفطر. الا كان الفطر طبيعي فكان احسن، الا ما لقيتوش ممكن تستعملوا غير المعلب كيف ما درت انا، فما كانش متوفر عندي الطبيعي. هنا كما قلت لكم خاصكم ضروري تخليو شويه لاصوص باش تحاولوا تشحروا فيهم داكشي المكونات الاخرين. بالنسبه للدجاج كتحاولوا تهزوه من هذيك المقيله فاش شحرتو وخليوه على جانب. من بعد غادي تفرتتوه. وبالنسبه لهنايا فحاولت ندير هذاك الفطر في هذاك لاصوص يتشحر حتى هو. من بعد ضفت لهم هذيك الشعريه الصينيه اللي راني قطعتها، القطع يكونوا شويه صغارين، وغادي نحرك جميع المكونات. داكشي علاش قلت لكم حاولوا تخليو لاصوص في المقيله باش الشعريه الصينيه حتى هي تشرب لنا هذاك لاصوص. وصافي كما كتشوف معايا غادي نبقى نحرك بهذه الطريقه باش هذيك الشعريه الصينيه وداك الفطر يشربوا ليا كامل هذيك العطريه ويجي فيها المذاق زوين. يعني فاش كتكون مشروه العطريه فراها كتجي فيها المذاق بنين وكتجي البسطيله بنينه. صافي هنايا كما كتشوفوا من بعد غادي ناخذ هذاك الدجاج اللي قلت لكم غادي ناخذو نفرتو، وغادي ناخذ زيتون مقطع يكون مقطع القطع صغيره، وغادي نحرك كل شيء وغنخلط جميع المكونات باش كل شيء ينسجم ليا مع بعضياته. فعلا راه كيعطي واحد المذاق اللي خطير. في الاول انا ما كنتش ناويه كاع نصورها، ولكن من بعد مني ذقت هذاك لاصوص ديال الدجاج ففعلا عطات واحد المذاق اللي خطير، فقلت علاش لا والله تنصورها معاكم. وهنايا بالنسبه في الاخير فكنحاول ناخذ هذيك الشعريه الصينيه ودوك المكونات اللي شحرت كنديرهم الطبقه الاولى. من بعد كنرش عليهم بواحد الطبقه ديال الفرماج. من بعد رشيت عليهم واحد شويه ديال الكركاع. ممكن ترشوا اللي متوفر عندكم، ما كانش ممكن ديروا غير الفرماج صافي وتسديو. وصافي في الاخير كتدخلوها الطيب. بالنسبه للطياب ديالها فكنشعلوا عليها الفران يكون سخون من قبل، والعافيه تكون مهيله باش تطيب لنا الورقه كامله من الداخل. وصافي هي البسطيله ديالي وجات فعلا جات واحد المذاق خطير. كنتمنى تجربوا واحد فعلا اقتصاديه اول حاجه، ثاني حاجه بنينه بزاف. حسن انا بالنسبه ليا فحسن جات من البسطيله ديال الحوت، حيت جات فعلا فيها واحد المذاق اللي مغاير تماما. كنتمنى تجربوها بصحه وراحه. ولا عجبكم لا فيديو ديالي ما تنساوش تضغطوا على زر الاشتراك باش يوصلكم كل جديد وبصحه وراحه.